نادين نجيم بملابس بحر مع قبل وأحضان. قدير دغلو يخون نسلهان أتقول. بسمة بوسيل إعلان طليقها من الفنان المصري تامر حسني. عادت نادين نجيم لتثير الجدل من جديد بصور تجمعها مع خطيبها خلال رحلتها في المالديف. نشرت نادين نجيم صورا جديدة على الانستغرام بملابس بحر مع قبل وأحضان وأجواء رومانسية تجمعها مع خطيبها. لكن نادين أغلقت خاصية التعليقات على هذا الألبوم من الصور. هل خوفا من التعليقات السلبية؟ فلماذا إذا نشرت هذه الصور؟ كان بمقدورها إخفاؤها وعدم إظهارها. وبعدين بنقول حياتنا الشخصية وأنا حرة. تصدرت مجموعة من الصور والفيديوهات للممثل التركي قدير دوغلو زوج النجمة التركية نسلهان أتاغول مع فتاة أخرى، وهو يتراقص معها ويقوم بتقبيلها في ملهى ليلي. ومن جهته علق على هذه الاتهامات قائلا: وسائل التواصل الاجتماعي ليست من اهتمامي. أعتقد أن الشخص الذي نشر هذه الصور وبهذه الطريقة هو شخص يريد التقرب مني، ولكنه تصرف بهذه الطريقة لأنه لا يستطيع. وقد حسم الجدل حول زواجه من امرأة أخرى قائلا: ليس لدي زوجة غير نسلهان. وأما عن نسلهان وبعد التزامها للصمت، صرحت في إحدى الصحف قائلة: كانت مجرد محادثة عادية في بيئة صاخبة. بهذه الجملة فاجأت بسمة بوسيل جمهورها بإعلان طلاقها من الفنان المصري تامر حسني بعد زواج دام 12 عاما. وفي المقابل أعاد النجم المصري نشر ستوري بسمة عبر صفحته الرسمية وعلق عليها: عشرة 12 عاما ليست بهينة، سأظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله، فيما لم يكشف الثنائي عن أسباب الطلاق. كنتم مع قناة عالم الفن وأخبار المشاهير. إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة واضغط على الجرس ليصلك كل جديد عن عالم الفن وأخبار المشاهير.